السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متتبعاتي الغاليات. وصفتنا النهار اليوم أو الوجبة ديالنا راح تكون سريعة في المقلاة. تجي مذاق تاعها روعة والمكونات ديالها متأكدة موجودة في كل بيت. هذه وجبة رئيسية للعشاء أو الغداء والطيب غير في المقلاة. تبعوني حتى الآخر باش نشوفوا المراحل تاع الوصفة ديالنا. بسم الله وعلى بركة الله. أول حاجة ناخذ البطاطا وتاخذوا الكمية اللي تكفيكم. أنا هنا استعملت 4 حبات، نقوها ونقشروها ونقطعوها على هذا الشكل، ومن بعد نرجعوا نقطعوها مكعبات صغار هكا. دائما نحطوا البطاطا تاعنا في إناء يكون فيه الماء، بهذه الطريقة نتخلصوا من النشا اللي فيها، ونقطعوها مكعبات صغار. انا نكمل البطاطا، نقطع البطاطا اللي عندي ونرجع لكم. البطاطا ديالي بعد ما قطعتها دائما نديروها في اناء او في كسرونه يكون فيها الماء باش نتخلصوا كامل من هذاك النشا. نجيبوا لنا حبة بصل. الحبة البصل تكون كبيرة، من الأحسن تكون كبيرة، والمذاق تاع البصل والبطاطا دائما يكون بنين بزاف. هنايا نقطعوا البصل مكعبات على هذا الشكل، وانا هنايا عندي حبة تاع الفلفل او الطرشي. استعملوا الفلفل اللي يتوفر عندكم، فلفل احمر او فلفل اخضر، وتقدروا تزيدوا الفلفل الحار على حسب الرغبة. انا استعملت لهنا غير حبة الطرشي، وانتوما كيما حبيتوا. نقطعوها مكعبات صغار هكذا، نقطعها ونرجع لكم نكملوا الخطوة التالية. نجيب مقلاة وندير فيها زيت نباتي بعد ما تكون سخنت، ومباشرة ندير فيها البصل. بسم الله. نضيف لها شوية ملح ونبقى نبل في هذيك البصلة يا البنات. بعد ما تبادلت لنا هذيك البصل مباشرة نروح نضيف الطرشي او الفلفل ديالنا بهذه الطريقة، ونبقى نقلب فيه. وبنفس الطريقة يحبط لنا شوية الطرشي والبصل ونضيفوا البطاطا. وهنا بعد ما تبع الفلفل والبصل غير شوية نجيب البطاطا بعد ما قطرتها من الماء. والبطاطا تاعنا هنايا البنات ماهيش طيبة او مشرشمة او مسلوقة، كيما قطعتها درتها في الماء راح لها نشا، ضفتها هنايا للبصل والطرشي ديالنا هكا البنات، ونبقى نخلط فيها، نقلب كامل هذاك الطرشي والبصل حتى يدخلوا المذاقات في بعضهم، ونغطيها البنات ونخليها. وهنايا يا البنات كنت كل مرة نقلبها حتى نشوف دخلها طياب. شوفوا يا البنات كيفاش البصل طلق الماء ديالو وطابت بالبخار. بالنسبة للتوابل انا درت فلفل الكحل، راس الحانوت، عكري وكركم نضيفهم. ما حبيتش نضيف هادو التوابل مع الاول لانه توابل كانوا راح يتحرقوا لنا في هذيك الزيت. ضفتهم حتى شفت الطياب دخلها. نبقى نقلبها هكا حتى التوابل هذيك كامل تغطي هذيك البطاطا ديالنا البصل والطرشي، ونخلوها تكمل الطياب ديالها. بعد ما خلينا البطاطا تاعنا يكمل طياب، جبنا لهنا 4 حبات بيض، جبنا حشيش الشوربه والمعدنوس مخلطين. نكسروا البيضات تاوعنا، البنات تقدروا تزيدوا او تضيفوا اي مكون نتوما حابينه، فرماج، زيتون، فيونداشي،
بولي آشي، يعني قادرين تزيدوا الطون كما حبيتوا. انا استعملت لانه هذه الوصفه اقتصاديه، انا استعملت واش كان عندي في الدار. نتوما تقدروا تزيدوا اي حاجه كانت عندكم في الدار، ولا اي حاجه توفرت عندكم من اللحوم او الاجبان. نضيف لهنا الملح، نخلطها جيدا، نخلط هذاك البيض جيدا، ونضيف له هذيك الحشيشه والمعدنوس. حنستعمل نصف الكميه. نضيف يا البنات التوابل اللي بقاولي، الكركم، راس الحانوت، والبابريكا او العكري. نضيفهم هكا باش يعطوني مذاق البيض ديالي. نخلطهم جيدا ونرجع لكم. البنات رجعنا للبطاطا تاعنا بعد ما طابت. شوفوا الشكل تاعها، شوفوا اللون تاعها، التوابل عطاونا. تقدروا حتى تزيدوا لها الثوم، انا لهنا ما استعملتش الثوم. شوفوا الحبه تاع البطاطا تاعنا كيفاش طابت لنا. وفي هذه الوصفه كما قلت لكم من قبل، تقدروا تستعملوا اي حاجه عندكم، زيتون اخضر، زيتون اسود، دجاج، مرقاس، بيونداشي، تقدروا تستعملوا اي حاجه. انواع تاع الاجبان كامل تقدروا تستعملوهم فيهم. انا يا بالنسبه لي زدت لها غير البيض، ضفت لها البيض، عفوا ضفت لها البيض. راهي على نار هاديه. نفتح لها هكا الاماكن اللي ما تخزن ما دخلهاش البيض، ونغطيها ونخلي البيض يطيب بعقله. هنايا نضيف لها الجبن، وانتوما هذه الجبن تقدروا تضيفوه، تقدروا لا على حسب الرغبه. انا اللي هنا ضفت لها هذايا فرماج رابي، وانتوما كيما تحبوا انتوما. ونغطيها ونخلي هذاك الجبن والبيض يطيبوا بعقلهم. هذا هو الطبق تاعنا بعد ما وجد. زينته بشويه زيتون، حشيش شربه. طبق رئيسي تقدري تحطيه في العشاء او الغداء. ما تنسوش دعموني، الضغط على الجرس وكومنتير جام. نتلاقاو في وصفه واحده اخرى ان شاء الله.